الإيجابية اللي بنحاول نعيش بيها هي نفسها اللي بتبوظ حياتنا. الإيجابية مش إنك تبقي مبسوطة طول الوقت، ولا إنك تمثلي إن كل حاجة تمام وإنتي جواكي منهارة. الإيجابية الحقيقية هي إنك تتعاملي مع إحساسك مش تهربي منه. كتير بنتخيل إن الإيجابي هو اللي بيكتم والعادي ويمشي الدنيا، ده بيزود الضغط. عشان كده عايزاكي تركزي على 3 خطوات بسيطة. أول خطوة، اعترفي بإحساسك من غير جلد ذات. الخطوة التانية، اسألي نفسك أقدر أعمل إيه دلوقتي، مش ليه حصل كده. السؤال اللي فيه ليه بيشدك لورا، لكن أعمل إيه بيفتح باب للحركة. الخطوة التالتة، اعملي خطوة صغيرة جدا، كلمة مع حد بتثقي في رأيه، تشربي مية، ترتيب بسيط لحاجة حواليكي. أي حاجة تحركي بيها، الحركة الصغيرة دي بتغير مودك وبتفك التعطيل. في دراسة بتقول الناس اللي بيعترفوا بمشاعرهم بدل ما يكتموها نسبة تحسنهم بتزيد حوالي 40%، بس لأنهم فاهمين نفسهم بيقولوا الحقيقة وبيواجهوا مشاعرهم. لما جربت الخطوات دي بطلت أضغط على نفسي، بقيت أتحرك حتى لو خطوات بسيطة، المهم أتحرك. فلو انتي دلوقتي مخنوقة، مش لازم تمثلي إن كل حاجة تمام وإنك قوية. كوني صادقة مع مشاعرك، الصدق ده هو أول خطوة للإيجابية.